تحديث الاي او اس 18.2 اتوفر وبشكل رسمي. دلوقتي تقدر اللي انت تنزل التحديث عشان تستفاد بكل المميزات اللي اتوفرت في التحديث بيتكلم طبعا ان في تحسينات حصلت كتير في اداء البطارية، في اداء الجهاز. تحسينات حصلت في تطبيق الصور، في سفاري، في شات الجي بي تي والاي اي. تحديثات كتير جدا هنتكلم عنها، اكتر تقريبا من 20 تحديثات في تطبيقات، تحديثات في الميل، حاجات كتير جدا. طبعا كل اللي عليك اللي انت تقدر تحمل التحديث عشان تستفاد بكل التحسينات اللي حصلت. بس لازم تبقى عارف برضو ان ال AI والشات جي بي تي حصل فيهم تحديث رهيب، تستفاد بيهم لو موبايلك ايفون 15 فيما فوق. انما ايفون 14 فيما تحت للاسف مش هتقدر ان انت تستفاد بكل التحسينات اللي حصلت في شات جي بي تي واي اي. تعالوا نتكلم مع بعض كده عن اول حاجة حصلت، وهي الصور. طبعا الاول كنت بتشوف الفيديو زي ما انت شايف كده، اول لما بيفتح في حواليه فاضي كتير جدا. الفريم اللي انت شايفه ده اول لما بتفتح اي فيديو ده بيبقى موجود. طبعا في التحديث الاي او اس 18.2 ما بقاش موجود. زي ما انت شفت كده الفيديو بيتعاد لوحده تلقائي. ده طبعا حاجة مش كويسة لو انت عاوز الفيديو ما يبقاش يشتغل دايركت. لو انت بتشغل حاجة في تحديث الاي او اس 18.2 تقدر ان انت تتحكم في المشكلة دي، وتقدر ان انت تتحكم في الزوم اوت والزوم ان. زي ما انت شايف كده لما بتيجي بتفتح اي فيديو بيبقى بالشكل ده. لا، انت في التحديث الجديد هتفتح الفيديو هيجيلك بشكل كامل كده، مش هيجيلك فيه زي زوم ان وزوم اوت. وكمان مش هتقدر ان انت تتحكم في تكرار الفيديوهات. ما يبقاش الفيديو بيتكرر لوحده من غير ما انت تتحكم فيه. بص، بيتكرر لوحده. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. ما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو اول حاجة تعملها تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. طبعا احنا هنتكلم عن كل حاجة حصلت وكل جديد حصل في تحديث الاي او اس 18.2. طبعا في اكتر من 40 تحديث واكتر من اكتر من 40 تحديث نزلوا لحد دلوقتي. احنا هنتكلم واحده واحده كده عن كام حاجه، وهننزل كذا فيديو عشان نشرح فيه كل حاجه. اول ميزه معانا وهي التطبيقات الافتراضيه. طبعا التطبيقات الافتراضيه بالنسبة لأجهزة الآيفون طبعا والآيباد، انت دلوقتي تقدر ان انت تغير التطبيق الافتراضي. دلوقتي تقدر ان انت تغير التطبيق بتاعك من سفاري لأي متصفح تاني. تقدر ان انت تغير تطبيق المراسلة، تقدر تغير تطبيق المكالمات، تقدر تغير اي تطبيق انت عاوزه. طبعا هتخش على سيتنج، هتخش على الاب، عندك فوق هنا التطبيقات الافتراضية. طبعا تقدر ان انت تتحكم في اي حاجة او تغير اي تطبيق انت عاوزه من داخل التطبيقات الافتراضية من التطبيقات. تاني ميزة هنتكلم عنها تطبيق البريد حصل في النسخة دي تحديث رهيب جدا، وهو اللي ينظم لك كل رسائلك وكل محادثاتك اللي بتجيلك. طبعا من رسائل ترويجية، من رسائل انت قريتها، رسائل شفتها، الكلام ده كله. بصراحة تطبيق البريد بقى شكله رائع جدا، وتقدر من خلاله كمان اللي انت لو مش عاجبك التحديث او التنظيم اللي حصل ده هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق وترجع للشكل القديم اللي هو بيجيب لك كل الرسائل في قلب بعضيها عادي لو انت مش حابب التحديث اللي حصل. الميزة التانية طبعا وهي في تطبيق الصور، زي ما احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو. لما كنت بتيجي تفتح اي فيديو بتلاقي فيه كده زوم اوت كده وزوم ان، بتلاقي فيه فراغ كده حوالين الفيديو زي ما انت كنت بتشوف في اول الفيديو. طبعا دلوقتي في التحديث الجديد ما بقاش موجود الكلام. انت بتفتح الفيديو بيجيلك بشكل كامل من غير اي مشكلة ومن غير اي فراغ حوالين الفيديو خالص. وكمان خانة الصور المفضلة تبقى ظاهرة معاك بشكل ثابت كده في التبويبات المفضلة، بدل ما كنت الأول بتحاول تخش وتدور عليها هي موجودة فين داخل تطبيق الصور. عشان كمان اللي توقف موضوع تكرار الصور بتخش على الإعدادات وبتخش على الصور وبتنزل تحت خالص بتلاقي تكرار الفيديوهات دي، بتقفلها
فبالتالي الفيديو مش بيعيد وبيتكرر تاني بشكل دايم. تعالى بقى نخش على تطبيق سفاري. ضافوا دلوقتي شوية باك جراوند تقدر اللي انت تختار منها اي حاجة انت عاوزها في الخلفية بتاعتك. في ميزة تانية قوية جدا انا شايفها بصراحة مهمة، وهي اللي انت دلوقتي تقدر تعمل استيراد وتصدير للملفات بتاعتك داخل متصفح سفاري. تقدر اللي انت تعمل لها تصدير جوه فايل كامل تبقى موجودة عندك في الداونلود عندك في الموبايل في فايل، تقدر اللي انت تعمل لها تصدير لجوجل مثلا او كروم، وكذلك العكس ممكن مثلا من جوجل او كروم تقدر اللي انت تعمل كل الملفات دي في فايل وتعمل لها داونلود وتعمل لها استيراد على سفاري. وكمان دلوقتي تقدر وانت بتعمل اي داونلود يبقى ظاهر عندك في الباك جراوند من بره، او يبقى ظاهر عندك فوق في الدايناميك ايلاند. اي داونلود انت بتعمله مش محتاج دلوقتي اللي انت تبقى فاتح متصفح سفاري، لا هي هتبقى ظاهرة من بره. حتى لو انت خرجت من متصفح سفاري هيبقى ظاهر من بره الداونلود بتاعك، وهو هيبقى ظاهر فوق في الدايناميك ايلاند. دي برضو ميزة قوية جدا بصراحة. وكمان تقدر تعمل ليميت لصوت السماعات. هتخش على الاعدادات وهتخش على الاصوات والحس اللمسي، هتخش على حد الصوت. من خلال حد الصوت هتفعل الخاصية دي، تقدر تعمل حد الصوت لأقصى حاجة انت عاوزها 90 70 50 زي ما انت عاوز. طبعا ده مش بيأثر على اي صوت من الاشعارات النوتيفيكيشن اللي بيجيلك من صوت المايك السماعات المكالمات، لا ده ليه علاقة بالسبيكر فقط. وكمان شريط التحكم في الصوت بقى ظاهر قدامك كده بالمنظر ده. منين ما تيجي مشغل اغنية او اي حاجة مش هتحتاج بقى اللي انت تعلي وتوطي من الزرار اللي في الجنب. طب تفعل الخاصية دي ازاي؟ بتخش على الاعدادات وبتخش على تسهيلات الاستخدام، بتخش على صوتي ومرئي، وبتفعل اظهار التحكم في مستوى الصوت دائما. وكمان الوان الايقونات بقت بتتحدد بناء على الوان الشاشة الرئيسية. مهما انت كنت مغير اللون بتاع الشاشة الرئيسية هيبقى نفس هو الوان الايقونات من الداخل. اخيرا ابل ضافت شات جي بي تي داخل سيري. هتخش على الاعدادات وهتخش على ابل اند سيري، هتلاقي شات جي بي تي، هتدوس عليها هيظهر لك شات جي بي تي. طبعا لازم تبقى فاهم ان شات جي بي تي في سيري مش هيشتغل معاك غير لما يبقى الموبايل باللغه الانجليزيه. لو الموبايل عندك باللغه العربيه فهو مش هيشتغل معاك للاسف. كمان بالرغم من التعاون من ابل ومن اوبن اي اي، انت برضو معاك نسخه ليميتد مش النسخه مفتوحه، لا يعني انت تقدر تتحكم في تحكمات بسيطة جدا، نسخة ليميتد. واحدة من أهم مميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 18.2 هو ابلكيشن ايمج بلاي جراوند. هنفتح الابلكيشن، عاوز مثلا تختار صورة معينة، تكتب حاجة معينة تحت زي مثلا ليفينج روم او اي حاجة انت عاوز تعملها تحت هتكتبها هتظهر لك بالشكل اللي قدامك ده. طب حابب مثلا تعدل حاجة او تضيف حاجة هتضيفها برضو وتكتبها هتظهر قدامك بالشكل اللي انت عاوزه ده. طب عاوز تعمل سيف للصورة هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق دول وهتدوس شير، هيظهر لك سيف ايمج، هتبقى انت كده سيفت الصورة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طب حابب مثلا تعمل اي حاجة تاني، تعدل في الصور، تعدل في الايموشن اللي انت عاوزه، كل ده متاح قدامك. تحت بقى هنا هتلاقي علامة ان الاشخاص اللي انت على طول بتبعت ليهم صور، هتلاقي تحت جنبها علامة البلس لو انت عاوز تضيف صورة او عاوز تاخد صورة تلتقط صورة وتبدأ تعدل فيها. هتلاقي تحت بقى هنا صور اشخاص كرتونية لو انت عاوز تختارها وتبدأ تعدل فيها زي ما انت حابب. عاوز تضيف فيها حاجة تديله اكتر من امر، سواء بقى انت مثلا في ملعب، في حمام سباحة، في نادي، اي حاجة انت محتاجها هتديها له وهو هيعمل توليف للصورة لوحده عن طريق ال AI كل ده، وفي الاخر يديك الصورة بشكل نهائي. وفي الاخر تقدر اللي انت برضو زي ما احنا قلنا تعمل لها سيف من خلال الثلاث نقط اللي فوق دول وتدوس شير وبعد كده تدوس سيف للصورة. حابب كمان اللي انت ممكن تغير الخلفية بتاعت الصورة، حابب اللي انت كمان تغير مثلا شكل اللبس، لون اللبس، حابب تعمل الاتنين مع بعض. لو انت مثلا تضيف صن مثلا مع خلفية الصورة او لون الصورة، كل ده تقدر اللي انت تعمله من خلال ال AI او من خلال الذكاء الاصطناعي. بصراحة ابليكيشن رهيب. طبعا انت لما دوسنا على علامة بيظهر لك طبعا لو انت محتاج صورة كرتونية او محتاج يرسم الصورة. طبعا بيبقى فيه اختلاف ما بين الاتنين، لو انت حابب اللي هو يظهر الصورة بشكل كرتوني او حابب اللي هو يرسم الصورة رسم زي ما انت شايف قدامك كده.
طبعا انت ممكن ان انت تلغي الاختيارات اللي انت عملتها وتضيف اختيارات جديدة، او اللي انت مثلا تعمل اي حاجة في الابليكيشن. عيش بقى براحتك. فانا بقى اوريك على ميزة رهيبة وهي الايمج ووند. ايمج ووند دي لو انت مثلا رسمت اي حاجة محتاج اللي انت ترسمها داخل النوت، مثلا رسمنا حاجة زي كده ودوسنا على العلامة دي عملنا كده، هنكتب مثلا لاندسكيب. طبعا ده كله بالذكاء الاصطناعي. بص هيظهر لك المنظر عامل ازاي. بصراحة ميزة رهيبة وتقدر اللي انت تستخدمها في كل حاجة انت محتاجها في شغلك، والناس وبالذات الناس اللي معاها الايباد هيقدروا اللي هم يستخدموها في كل الشغل بتاعهم. وكمان تقدر اللي انت تتحكم في شكل الصورة، محتاجها ايه الاختيارات اللي انت محتاج تاخد بيها الصورة بتاعتك. لو انت بقى مهندس او اي حاجة انت محتاج تشتغل بيها تشتغل بيها على الميزة دي. نيجي بقى هنا لآخر ميزة وهي ميزة خاصة بالكاميرا كنترول. دي الميزة دي خاصة بأجهزة الآيفون 16 بس. مجرد ما انت بتدوس على زرار الكاميرا وبتختار رسمة معينة أو بتصور حاجة معينة وتدوس عليها دوسة مطولة، الشات جي بي تي بيجيب لك كل المعلومات المتوفرة عنها بشكل كامل. الميزة دي للأسف موجودة في أجهزة الآيفون 16 فقط، وطبعا هيجيب لك كل المعلومات عن الجزء اللي انت محتاجه بالإنجليزي مش بالعربي. وصلنا لاخر الفيديو، وطبعا حابب ان انا اشكركم اللي انتوا وصلتوا لاخر الفيديو، وحابب ان انا برضو اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وحابب اقول لكم ان اداء البطاريه اتغير بشكل يعني مش كبير قوي. كانت في ناس بتشتكي من اداء البطاريه في 18.1 او 18.0.1 ان هو كان في معظم البرامج بيستهلك كتير جدا، زي مثلا فيس واتساب ماسنجر الكلام ده كله. لما كنت تيجي تخش على الاعدادات وتيجي تخش على البيتري بتلاقي الاستهلاك البرنامج واخد جزء كبير من البطارية. فده يعني اتحسن بس مش بنسبة كبيرة جدا زي ما احنا كنا متخيلين. طبعا هننزل لكم فيديوهات تانية برضو عن معظم المميزات او ايه هي اكتر ميزة انت ممكن تعملها لو انت يعني ايفون 14 فيما تحت، وايه هي المميزات الكويسه في الايفون 15 فيما فوق، بالذات الاي اي والشات جي بي تي. قولوا لنا بقى انتوا موبايل بتاعكم نوع ايه، وقولوا لنا ايه اكتر استخدام حابينه وايه اكتر حاجه حبيتوها في التحديث الجديد. وفي النهايه ما تنسوش لايك وسبسكرايب.